السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده مش هنعمل تجربه مطعم او وجبه، النهارده ان شاء الله هنعمل مقارنه بين احلى بروستد في السعوديه. حبيت المقارنه تكون بين براند عالمي وبراند محلي ومطعم شعبي، ونشوف يا ترى انهي اللي هيبقى احسن، دجاج مجلي او بروستد. وزي ما اغلبكم عارفين يعتبر البروستد الوجبه الاكثر شيوعا بعد الكبسه في الخليج والسعوديه بالاخص، عشان كده حبيت البروستد يكون اول مقارنه في القناه. قبل ما نبدا الفيديو بفكركم اللي لسه ما اشتركش في القناه يلا بسرعه اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك اشعار باول ما انزل فيديو، واعمل لايك للفيديو واكتب تعليق تحت قول لي حابب تشوف ايه المره الجايه. بنبسط جدا من تفاعلكم، بقرا كل التعليقات. يلا بينا نبدا الفيديو. بالنسبه للثلاث مطاعم اللي احنا هنجربهم، المطعم العالمي اللي هو KFC طبعا غني عن التعريف، المطعم المحلي وطبعا رقم واحد في السعوديه البيك، برضو اغلب 90% من الناس او المشاهدين عارفينه، والمطعم الشعبي اسمه البحر المتوسط التركي. وعشان تبقى المقارنه عادله ومفيش اي تمييز انا جبت الثلاث وجبات شبه بعض. طبعا مشهور في البروستد بيبقى نص دجاجه كامله، تمام، اللي هي بتبقى دبوس وفخده وصدر وجناح. فالمطعم الشعبي والبيك تمام ما فيهمش مشكله، لكن المشكله عندنا في KFC ان ادينا البوكس في KFC عباره عن 3 قطع بس، عشان كده جبنا البيك دينر ميل بيبقى فيها قطع زياده وبكده يبقى يتساووا كلهم. فيلا بينا نفتح وجبه وجبه ونشوف الفرق ما بينهم. فهنبتدي بوجبه البيك دينر. جاي مناديل، 2 كاتشب ومايونيز، وجوه قطع الدجاج 4 قطع زي ما قلنا، وقطعه خبز البطاطس، وهنا جاي مع سلطه الكول سلو وانا اشتريت بزياده ب 2 ريال توم عشان اعرف اعمل مقارنه ما بينهم الثلاثه، لان سلطه الكول سلو دي اللي بتيجي مع الوجبه، لكن اللي بيجي مع الوجبات الثانيه اللي هو التوم، فعشان كده انا جبت التوم. تمام. البيك بقى بيجي معاه 2 وايبس و2 توم وخبز والبطاطس وقطع الدجاج. بالنسبه بقى للمطعم الشعبي هنشوف كده مع بعض، 4 قطع دجاج اهيت بطاطس، 2 خبز سوري ومفرش و2 كاتشب و2 توم عادي وتقريبا 1 توم حراق. معدنا البوكس بيجي مع بيبسي فده هنشيله لان عشان نمشيها كلها مع بعض. طيب بالنسبه للتغليف بيجي الوجبه في علبه كرتون جوه البطاطس والقطع الفراخ ومتقفله كويس، معروفه طبعا وجبتها. بالنسبه بقى المختلف بقى في البيك محل المطعم الشعبي اللي هو بيجي في قصدير عشان يحافظ على الحراره، تمام، والبطاطس بتبقى معاه. اللي لاحظته برضو البيك وكنتاكي بيعطينا خبز، لكن الشعبي بيعطيك خبز اللي هو السوري او اللبناني حسب ما بتسموه. تمام. طيب في تعديل، انا لما فتحت الصوصات اكتشفت طحينيه والثوم والثوم شطه زي ما انتم شايفين. انا هنشيل الثوم والشطه والطحينيه عشان ما يخربوش علينا المقارنه. هنجرب البطاطس مع الثوم، يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر، دقنا البطاطس ودقنا الثوم. دي البطاطس كنتاكي مع الثوم بتاعها، الثوم بتاعها خفيف شويه زي ما انتم شايفين، خفيف كده. ندوق. ندوق بقى البطاطس بتاعت البيك مع الثوم بتاع البيك. ندوق بقى المطعم الشعبي. بالنسبه للبطاطس، بطاطس المطعم الشعبي بصراحه اكتر بطاطس فيهم عجبتني. لو بصينا بين الثلاثه، دي كنتاكي وده البيك ودي المطعم الشعبي. كنتاكي قريبه شويه من البيك، تمام، حتى في طعم، لكن المطعم الشعبي تخينه شويه وفي نفس الوقت مقرمشه وطريه من جوه. سامعين؟ فبالنسبه للبطاطس يفوز معانا المطعم الشعبي. بالنسبه بقى للثوم هيفوز معانا البيك. الثوم بتاع البيك زي ما انتم شايفين لونه ابيض فاتح ازاي، وطعمه مظبوط على الشعره. ويجي بعديه المطعم الشعبي، شايفينه قريب شويه للبيك بس يعني متماسك نفسه، الزيت بتاعه زياده
والثوم تحس النشا فيه باين اكتر من الثوم. لكن الثوم بتاع الكنتاكي زي ما انتم شايفينه سايل كده شويه، وفيه حبوب ثوم وطعمه لاذع جدا. نجرب بقى الدجاج. انا جايب 2 حار، للاسف ما لقيتش هنا حار. زي ما انتم شايفين معايا اخترت 3 دبابيس خلاص. ده بتاع كنتاكي، في الشكل يفوز يعني، بصراحه اهي الشكل يفوز، الشكل بتاعه حلو جدا. وده دجاج البيك يعتبر اكبرهم، وده بتاع المحل الشعبي خلاص. شايفينه معايا؟ طيب هندوق ونشوف الفرق. ابدا بكنتاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اجرب بقى البيك. المطعم الشعبي. انا متفاجئ. بصوا يا جماعه انا محتار جدا، انا بجد محتار. انا كنت متوقع ده خلاص هشيله يعني، جايبه كده كمالة عدد ومش هيدخل معايا في المنافسه، لكن لا، واضح بينافس بجد. احنا قلنا الشكل ده يفوز، الحجم كي اف سي يفوز. ده يعتبر صغير، اصغر واحد فيهم. بس كطعم بقى النكهه بتاعت البيك مميزه جدا 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 يعني، انا لو مغمض عينيا هعرفها. وطعمها مختلف يعني، طعمها جميل جدا. كي اف سي تعتبر الطعم بتاعها معروف تمام، بس الدجاج دوت اخف فيهم يعني، رغم ان هو معمول بطريقه عاديه لكن يعتبر اخف، حتى في الزيت اخف. مع اني انا كنت خايف منه لان هو جاي عادي، فالعادي طبعا بيبقى متشرب زيت اكتر، مبقاش مرمي زي الباقي ده. مش عارف اقارن والله. هجرب تاني. ده الصدر من ال3 مطاعم. طبعا انتوا دلوقتي عارفين فين كل واحد فيهم، كنتاكي، البيك، الشعبي. نفتح برضو واحد واحد. بسم الله. ده كنتاكي اهو، كنتاكي الخلطه بتاعته اهي، ندوقها. البيك ناخد منه قطعه. الفرخه اللي تعبانه دي صغيره بصراحه، ناخد منها قطعه. مم. الصدر فضاح، الصدر فضاح. زي ما انتم شايفين الكنتاكي اهي. مم. جميله، بلع يعني الصدر بتاعها اتبلع على طول، طرق مستوي وبتمضغ على طول. برضو البيك ناخد قطعه كده اهو. سامعين؟ خلاص كده اتمضغ وداب واتبلع. لكن المطعم الشعبي اتخدعت انا من الدبوس، عشان خاطر الدبوس لحمته طريه بتدوب على طول، لكن الصدر فضاها. شوف بقى معايا اهو، بالشد ما استوتش. رجعت لكم بعد ما خلصت الوجبات، وزي ما شفتوا معايا المقارنه عملتها، ما خدتش كل واحده لوحدها جربتها وبعدين قلت لكم مقارنه، لا انا جربت لكم 3 مع بعض تمام. بالنسبه لي ده رايي الشخصي، البيك رقم 1. ليه؟ ده مش عشان خاطر الدجاج كنتاكي وحش، لا، عشان خاطر البيك طعمه مميز، وفي نفس الوقت سعره اقل. البيك زي ما طالع عندكم في الشاشه ب 13 ريال، الوجبه 13 ريال، بيجي معاها الاربع قطع، معاها قطعه خبز والبطاطس، فالوجبه تعتبر شبه كامله. الحاجه بس اللي التعيب عليها شويه البطاطس لو ظبطوها اكتر من كده هيبقى الوجبه 100% تمام. والمركز الثاني النهارده هيروح لكنتاكي، وده عشان خاطر طعم المميز والخلطه السريه لكنتاكي. بس العيب الوحيد هو السعر، بالرغم اللي هو 4 قطع زي الوجبات التانية، لكن سعره 25 ريال، فيعتبر هو أغلاهم. وفي المركز الأخير مطعم الشعبي اللي هو البحر المتوسط التركي، وده مش مخدش المركز الأخير عشان هو وحش قوي ولا حاجة، لا بالعكس يعني هو ينافس،
بس عشان خاطر هو بينافس مع مطعمين قويين. الفراخ بتاعته كويسه، البطاطس بتاعته عجبتني جدا جدا، التوم بتاعه عجبني جدا جدا. لكن بس الفراخ محتاجه تستوي شويه والحجم بتاعها يكبر. يعني أنا المفروض أنا اللي اعرفه يعني الدجاج لما يصغر حجمه يستوي بسرعه. بس وبكده خلص مقارنه النهارده. اكتبوا لي تحت في التعليقات تحبوا المقارنه الجايه تكون عن ايه، او تحبوا اجرب المره الجايه مطعم ايه. وما تنسوش تشتركوا في القناه لسه ما اشتركتش، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلك اشعار باحدث الفيديوهات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.